تلقى لاعب الأهلي عرضا رسميا من قبل أحد أكبر أندية الدوري السعودي، وكمان النادي الأهلي يريد التعاقد مع لاعب تونسي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة. وهنتكلم عن أزمة كهرباء مع كولر. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على النبي واشترك لي في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. بسم الله، خلينا نبدأ بأزمة كهرباء مع كولر. دخل محمود كهرباء في أزمة جديدة خلال الفترة الأخيرة بسبب فرح أخته اللي بيزامن مباراة النادي الأهلي مع ميديا الغاني في أفريقيا. كهربا كان عايز اجازه عشان يحضر فرح اخته، ووافق كولر على منح كهربا الاجازه عشان يحضر الفرح. ولما رجع كهربا من الاجازه كولر استبعده مباراتين، استبعده في مباراه الاهلي والمحله في الدوري، واستبعده في مباراه ديانج في ختام دوري المجموعات، واحتمال كبير يستبعده في مباراه نهائي كاس مصر في السعوديه. هل كولر استغنى عن خدمات كهربا ولا دي قرصه ودن بسبب ان عمل الفرح في موعد المباراه؟ كلنا عارفين النادي الاهلي وعارفين سياسه النادي الاهلي، وعشان كده هو ناجح لغايه دلوقتي. الأهلي عنده قوانين محدش يتعداها، وهو ده سبب نجاح النادي الأهلي. نيجي للموضوع الثاني، اهتمام نادي النصر السعودي بالحصول على توقيع حارس القلعة الحمراء محمد الشناوي منذ فترة طويلة، وكانت هناك محاولات لضمه في سوق انتقالات الصيف الماضي، وكانت الصفقة وقتها لم تكلل بالنجاح. ليعيد نادي النصر التعاقد مع الشناوي مرة أخرى في الصيف المقبل. موقف الأهلي من بيع الشناوي بعد تألق مصطفى شوبير في الفترة الحالية وتقديمه لمستوى مميز مع النادي الأهلي، قد يدفع إدارة النادي الأهلي التفكير في العرض المقدم من نادي النصر السعودي للتعاقد مع الشناوي والاستفادة من المقابل المادي الكبير المعروض من جانب كبير آسيا. ومن المتوقع بأن يتم حسم موقف الأهلي من عرض نادي النصر السعودي بعد عودة اللاعب من الإصابة، وكذلك بعد مناقشة المدير الفني السويسري مارسيل كولر. ويصل عرض النصر السعودي إلى 3 مليون دولار، أي ما يعادل 90 مليون مصري تقريبا. وسيكون هناك بند عدم عودة اللاعب إلى مصر إلا من بوابة النادي الأهلي. نيجي لمحمد بن رمضان، اللاعب التونسي الأهلي بيتمناه من 4 سنين، وظهرت أخبار إن النادي الأهلي يتعاقد معه في الصيف ب3 مليون دولار، نفس صفقة الشناوي. مين هو وإيه مميزاته وإيه عيوبه وهيلعب في مركز إيه وعلى حساب مين؟ تعال نشوف. الاسم بالكامل محمد علي بن رمضان، وعنده 25 سنة، تونسي ولاعب دولي. أشهر مشاركاته في كأس العالم 2022، مركزه رقم 8 في الملعب زي إمام عاشور وكوكا وحمدي فتحي قبل ما يمشي من الأهلي. أرقامه الفردية موسم ورا موسم بيساهم بأهداف كتير قوي، يعني في آخر 3 مواسم ورا بعض مع نادي الترجي التونسي لعب 32 مباراة ساهم في 14 هدف. الموسم اللي بعده لعب 30 مباراة وساهم في 10 أهداف، واخر موسم في الثلاثه مع الترجي لعب 35 مباراه ساهم في 15 هدف، يعني اجمالي لاعب 110 مباراه مساهم في 46 هدف. ولو عايز تعرف الارقام دي عامله ازاي، تعرف ان في نفس الفتره اللاعب عمر السوليه مساهم في 37 هدف في نفس عدد المباريات تقريبا، وحمدي فتحي في نفس الفتره مساهم ب 26 هدف بس. ممكن تقارنه بمهاجمين الاهلي شخصيا. عندك كهربا في موسم 2021 لحد اللحظة دي مساهم في 52 هدف، وعندك محمد شريف في نفس الفترة مساهم في 63 هدف. خلي بالك بقارن لاعب وسط بلاعب مهاجم. على مستوى أرقام بن رمضان حرفيا نقلة نوعية لخط وسط النادي الأهلي، محقق مع الترجي 5 بطولات دوري و1 دوري أبطال أفريقيا، كل ده وهو عنده 25 سنة. على المستوى الفردي لاعب مناسب وتحب تشوف الكورة في رجله، بيفكرني بفرجاني ساسي ابن بلده، وهيكون مناسب لمدرب الأهلي كولر في الاستحواذ والمهارة، وفي الدفاع مش سيء. وأكيد كمان هيتطور أكتر مع المدرب الأهلي كولر، لاعب قوي هجوميا متوسط دفاعيا، يعني أحسن توظيف ليه في خطة 4-3-3 كلاعب خط وسط أيسري، وبيجري بالكورة مسافات طويلة زي إمام عاشور، وبيدي بينيات حلوة للمهاجمين، وممكن يستخدمه كولر كمهاجم تاني، يبقى تكتيكيا مناسب لأفكار كولر. بتفصل بالضبط على طريقة المدرب السويسري اللي رقم 1 عنده الهيمنة والاستحواذ والهجوم بأكبر عدد، وعشان ده يحصل محتاج لعيبة شاملة، يعني لاعب يقدر يعمل كل حاجة مع بعض، يوزع لعب ويميل على الأطراف ويساعد الظهير. عشان كده إمام عاشور وكوكا أفضل 2 مفضلين عند كولر. وجود بن رمضان مع النادي الأهلي إضافة نوعية عظيمة. السؤال، هل الأهلي محتاجه في خط الوسط اللي فيه كوكا وإمام عاشور أحسن خط وسط في مصر؟ هقول لك طبعا وبكل تأكيد، لأن الأهلي بيعاني من انخفاض مستوى كبير في خط الوسط. عندك ديانج مثلا بيواجه مشاكل كبيرة في التوظيف كلاعب خط وسط مهاجم، ومش قادر يتطور عكس بن رمضان، بيتحكم في الكورة وبيصنع فرص كتير وبيلعب في مساحات ضيقة زي قفشة. قفشة صحيح في حدود إمكانياته، لكن مش نفس قفشة اللي كان مع موسوماني. قدرة بن رمضان على صناعة اللعب بين الأطراف
ليه طيب نسينا القندوسي المتألق بشكل كبير هذا الموسم، ولو خد الفرصة هيبقى أحسن من 10 بالرمضان. القندوسي لاعب كبير وموهبة عظيمة ومقدم موسم ممتاز مع سيراميكا، لكن المشكلة في حاجتين. المشكلة الأولى في توظيف القندوسي، عمره ما لعب في خط الوسط المساند، بيلعب جنب الديفندر، يعني بيلعب مركز رقم 10 زي قفشة، والقندوسي بيفقد الكورة كتير. الحاجة التانية قدرته الدفاعية ضعيفة. قول لي رأيك في التعليقات، إيه رأيك في بين رمضان؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.